سو عندي لك بعض الاسئله اللي تبقاو توصلوا بها بزاف ديال المرات. القضيه ديال البلوكاج راه ما كاينش البلوكاج ديال الفلوس، كاينين بعض القوانين حاليا راهم تبدلوا. سو حنا معكم في الاستشاره ديالكم، تواصلوا معنا، حنا غادي نتكلفوا لكم من A حتى Z. كي جاتك الخدمه ديالنا بعدا سي هيثم؟ الخدمه احسن مثال ديال الخدمه هو انني دابا جالس، يعني الامور كامله تيسرت، الامور كامله مشات خطوه بخطوه. تقريبا اي تساؤل كان عندي، اي مشكل كان عندي، اي عقبات لقيتها في الطريق، راه سيرفيس افونس. ملي كنتي تتواصل معنا واش كان شي جواب ولا تنعطلوا عليك لا ولا اي تساؤل كان عندي في بلاصه يعني. واحد الحاجه بعض المرات تنتوصلوا بها من عند الاباء او الطلبه، تقول لك وانا غير نتقيد معاكم ولكن خايف، فهمتي، عندي واحد الاكسبيريونس خايبه. بعض المرات مفاجات، واش من تقيت معنا كان مفاجات، شي حاجه ما تتعرفهاش، ما تتعرفها منين خرجت لك؟ كي جيت اول نهار للبيرو تقريبا كاع المعلومات اللي كان خاصني اللي غنواجهها مستقبلا كامله غنعرف قبل، فما كانش عندي المشكل ديال انني غنصادف شي حاجه مفاجئه ولا حاجه اخرى، شحال ديال الوقت منين تجيتي معنا باش خديتي القبول الجامعي؟ تقريبا 3 اسابيع. لحقاش كاين بعض الطلبه تقول لك شهرين 3 شهور باقي ما توصلش للقبول. انا تقريبا 3 اسابيع وشي 5 ايام 3 ايام، يعني المده ما وصلتش لشهر. كيفاش كانت رد الفعل ديال العائله ديالك من بعد ما عرفوا انك حصلتي على الاقامه ديالك باش تقدر تسافر لليتوانيا؟ الصراحه راه فرحوا اكثر مني، راه الوالدين راك عارف كيبغيو لك غير الخير، وهادشي اللي كاين. كي دازت التجربه ديالك؟ لحقاش بزاف ديال الطلبه عندهم هذاك التخوف انهم خصهم يمشيو حتى لتركيا يدفعوا عادش يتسناو الريزلتا. كي دازت ديك التجربه لتركيا؟ وكان عندي شويه تشكك، يعني اول مره تقريبا نخرج خارج البلاد، ولكن من وجهه النظر ديالي كانت تجربه رائعه واستفدت منها. في نفس الوقت انا غادي ندير واحد الحاجه غتفيدني، وفي نفس الوقت انا غادي نسافر تركيا، والحمد لله الامور دازت بخير. هادشي اللي كاين. وبالنسبه للمقابله، يعني كيف ما تنقولوا لهم حنا راه تنعاونكم في كل شيء، يعني سواء في المقابله مع الجامعه، سواء في المقابله اللي غادي تدوزها مثلا مع القنصليه. يعني خاص الواحد يكون موجد. يعني كاين بعض الطلبه مثلا تيدفعوا ما عارفينش بلا انه خاصو فريمون يخدم، خاصو ايفور. راه لما خدمتيش راه ما يمكنش غادي تكون واحد النتيجه. ماشي انك صافي دفعتي مع واحد لاجونس اكس صافي راه هما اللي غادي يدوزوا في بلاصتك. لاجونس راه تتوجهك، تختار معك التخصص، تتعاونك في الجامعه على حسب البروفيل ديالك. كيف ما تنقول لكم، انت تكون مكتب معتمد راه تتعرف الطالب فين غادي يقدر يتقبل. حنا تنسهلوا عليكم الطريق باش ما تخسروش بزاف ديال الفلوس. لحقاش مثلا الطالب بوحدو باش يسجل في واحد الجامعه اكس، حنا تنعرفوا الجامعات اللي غادي يقدروا يقبلوه والجامعات اللي ما غاديش يقدروا يقبلوه. باش تقيد في جامعات ليتوانيه راه تتخلصوا ما بين 100 حتى 180 اورو. يعني مثلا النقط ديالك اللي كانوا طايحين شويه تقدر مثلا تخلص 180 اورو وتتوصلك الرفض اوتوماتيك. هذيك 180 اورو تتمشي لكم. داكشي علاش حنا هنايا نكونوا عارفين تقريبا 95 حتى 100% انه فوالا هذا الطالب هذا غادي يتقبل ان شاء الله في الجامعه اكس في التخصص اللي هو كاين باغي. كاين عاوتاني واحد الطلبه مثلا تيكون النقط ديالهم على حسب تيبغي مثلا واحد التخصص ديال الاي تي لانفورماتيك. يعني الا كان مثلا الماتيماتيك ولا شي نقاط طايحين ما غاديش يتقبل 100%. تنقولوا له فوالا راك انت ماشي اليجيبل. كذلك بالنسبه للتوفل ولا الايلس راه ماشي ضروري، يعني ماشي ضروري. وحتى لا كومونيكاسيون راه حنا تنعاونوكم وتنعطيكم الاسئله اللي غادي تخدموا عليها. داكشي علاش انت تقيد بكري تنعطيكم لا ليست ديال الاسئله اللي تقدر تكون من طرف الجامعه او القنصليه باش تخدم عليها وتوجد راسك، تهيئ راسك باش انك تدفع الامور ديالك.